여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요? 저는 잘 지내요. 정말 너무 보고 싶어요. مرحبا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا كتير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. كتير اشتقت لكم والله، بعرف كتير طولت الغيبة، ما بعرف اذا في حدا اشتاق لي او لا، بس اظن في مين اشتاق لي. المهم رجعت بفيديو جديد، بس هالمرة والله عندي سبب للغياب. يعني مثل ما قرأتوا بالعنوان، انتقلت لبلد جديد، بس بالأول احذروا لوين. بفيديو اليوم راح أشارككم بعض من لحظات أو آخر المقتطفات اللي صورتها بالبلد قبل ما أسافر. خليكن مع الفيديو، وبعدين بالأخير بحكي لكم القصة كلياتها، بقولكن لوين سافرت. صراحة ما كتير صورت لحظات كتيرة، ولكن صورت بعض الأشياء. ليش؟ لأنه كنت ملتهية، ماني مصدقة إنه جد راح أسافر. هون كنت عم أضبط بالأغراض اللي راح أخذها معي. الناس أول إشي بتبلش فيه هو ملابسها، بس أنا أكيد الأكل لازم أخذ معي الأكلات وشوكولا وبسكوت وهيك. حتقولوا البلد اللي رايحة إله ما فيه أكلات، هو فيه، بس الواحد بيحب ياخد معه شغلات من البلد هيك. هي الأشياء اللي كنت مصورتها، في أشياء انحذفت، في أشياء راحت من الجوال، بس أوكي يلا. بعدها يلا طلعنا من البيت. آخر اللحظات بالبلد. راح اشتاق كتير، بجد اشتقت كتير، ولساتني لما بشوف حمامة بالطريق أو بالشارع بناديها إنزاجي لهلأ. إنزاجي. الناس بتفكرني هبلة عن جد بس لحظات المطار أو آخر اللحظات في المطار ما صورت كتير، لأنه كنت مقضيتها كلها بكي. بتعرفوا الواحد ما كنت مصدقة، بس اجت لحظة الحقيقة يلي جد خلص قدام الأمر الواقع. أنا رايحة ايمت رح أشوف أهلي، ايمت رح أرجع ما بعرف. لهيك ما كنت مصورة كتير وهلأ صرنا فوق السحاب، ما في مجال للتراجع عن جد. كنت فوق بس ماني مصدقة. جد أنا رحت، جد أنا سافرت. يا ربي ما بعرف. ضليت وقت لحتى استوعبت جد الفكرة. ما في كتير لحظات، أظن من هون حتعرفوا البلد. حضرتوا؟ ما حدا كان. أظن ما إجت في بالكم أبدا. بس رح أحكي لكم هلأ القصة كلياتها. خلوني أجهز القعدة، لأنه جد اشتقت للمسلسلات، اشتقت لجو المسلسلات، وإني أتابع هيك مسلسلات وهيك أيام فينشينزو بالقناة. كتير حنيت. المهم مثل ما شفتوا، أظن حذرتوا، مع الأسف البلد يلي أنا سافرت لإله مو كوريا. هلأ كوريا نفسي أسافر إلها تمام، بس برضو البلد يلي أنا سافرت لها هلأ كمان كان بدي، بس ما حدا بيعرف. من زمان كانت في بالي وكتير أريد، بس ما حدا بيعرف، ما حدا حكيت له عنها. أنا انتقلت
لتركيا. رح تسألوني ليش تركيا؟ هلأ بتعرفوا انه بحب كوريا يعني كل اشي، وبنحب كلياتنا يعني انا مشتركة معكم كلنا في حب نفس هالبلد. بس تركيا لوحدها بهدف الدراسة يعني كانت في بالي من زمان، جد يعني كانت في بالي من زمان، وكنت عم بسعى لهالشي، ما حدا كان بيعرف. بس لا، قلت لا بخلص أموري بالبلد وبعدين أشوف هالموضوع يعني مستقبلا. إجت كورونا وإجا كل إشي عطل كل الأمور، والحمد لله من بعدين يعني قدرت أحقق هالشي. جد بحبيت تركيا بسبب إشي صار لي يعني ما بعرف، بس فكركن لأنه انتقلت لبلد تاني لثقافة تانية يعني رح أبعد عن الكوري أبدا. ما رح يعني رح أحاول، وإنما رح أعمل على هالشي إنه تكون أجوائي كورية بالبيت. المهم شو رح أحكي لكم، ليش كنت غايبة كل هالفترة وشو صار لي، يعني بعرف إنه كتير محتارين، أو شو هي الكلمة المناسبة، مو محتارين، خلينا محتارين علي، تمام نسيت الكلمة والله يا ربي راحت العربي. المهم انتو بتعرفوا يعني النقلة من بلد لبلد كتير صعبة ولا مو سهلة، وكمان لغة جديدة، لغة مختلفة تماما عن شو كنت بعرف. هلأ أنا كنت بتعلم تركي آخر الأيام يعني قبل ما أسافر، من حوالي شهرين يعني قبل ما أسافر ب3 أشهر أو هيك إشي كنت عم بتعلم تركي، بس كتير صعب يعني كان مختلف تماما عن شو كنت بتعلم. المهم لغة جديدة، بلد جديد، ثقافة جديدة، كل إشي كان مختلف لوحدي، ما كنت بعرف حدا. بس لهيك كان صعب علي الموضوع بالأول، ومع الدراسة وهيك ما قدرت يعني ما قدرت صراحة ما قدرت أكمل. كنت عم بحاول أركز بالدراسة عشان يعني أقضي السنة على خير وبعدين أرجع على اليوتيوب. هذا هو سبب غيابي الفترة الأولى، يعني كانت نفسيتي شوي يعني لأنه ما بعرف، انتوا بتعرفوا يعني الإحساس بيوصلكن. تخيلوا يعني نقلتوا لبلد جديد عن شي كنتوا عايشين فيه طوال حياتكم مع أهلكم، بعدين أوبس حياة جديدة لوحدكم، فالموضوع كان شوية صعب، بس الحمد لله أموري ماشية شوي الأمور ماشية تمام. عم بحاول وإن شاء الله يعني أكمل على خير. وهون نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. شكرا كتير لكل حدا ما نساني أبدا. ضل متذكرني أنا، والله طول الفترة الماضية كنتوا في بالي، لكل حدا كان عم بيعلق لساتني متذكرة كلكم أسماءكم، هاي اللي دايما كنا بنحكي باللايفات وهيك. إن شاء الله برجع عن قريب وبنزل فيديوهات أكتر. بشوفكم بالفيديو الجاي، يلا باي.